هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها من أفضل أنهار الدنيا، فاللهم اجعل فيها أفضل البركات. هذا ما قاله سيدنا نوح عندما دعا لابنه وقال: اللهم بارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة، فأسكنه الله مصر التي وصفها بأم البلاد وغوث العباد. فهل هذا الوصف هو السبب في تسمية مصر بأم الدنيا أم هناك أسباب أخرى؟ هذا ما حاولت عايدة عبد ربه جاهدة إثباته في حلقاتها السابقة من هنا القاهرة، وكذا ما سنستخلصه اليوم. فما تنساش الشير واللايك والاشتراك لمزيد من دعمي ومزيد من العودة إلى الأصل والجذور من أجل الانتماء لأعظم حضارة ما زالت تحت جلودنا حتى اليوم، حضارة يتداعى الخيال ويسقط بلا حراق تحت أقدامهم. قبل ما نعرف أسباب تسمية مصر بأم الدنيا لازم نعرف الأول ما هو سر تألق مصر. الجميع يعتقد أن السر في تألق مصر هو وجود نهر النيل والأهرامات وقناة السويس والمعابد والآثار وأعظم حضارة عرفتها البشرية، ولكن السر في تألق مصر يا سادة هو شعبها ثم شعبها ثم شعبها. أليس الشعب المصري هو من أقام أول حكومة مركزية وأول وحدة وأول جيش نظامي وأول قانون ودستور وأول وثيقة أخلاقية؟ أليس الشعب المصري هم وضع أسس العلم والطب والفلك والهندسة والصيدلة؟ وجميع هذه العلوم التي نعرفها عن المصري القديم هي فقط قطرة، وما نجهله فهو محيط. أليس الشعب المصري هو من بنى الأهرامات؟ أليس الشعب المصري هو من مات منه 120 ألف مواطن لكي يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم؟ أليس الشعب المصري هو من أشرب النيل دما ودمعا وعرقا حتى فاضت ضفافه حضارة وتاريخا وصل إلى أرجاء العالم؟ أليس الشعب المصري هو أكثر شعوب العالم في التوافق الجيني مع بعضهم البعض؟ 97.6% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين هي جينات واحدة. أليس الشعب المصري هو من وصفه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض وأنه في رباط إلى يوم القيامة؟ إن السر في تألق مصر هو شعبها ثم شعبها ثم شعبها. فمصر أم الدنيا دينيا ودنيويا. دينيا لأن الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن صراحة 4 مرات وأكثر من 30 مرة بطريقة غير مباشرة. مصر هي البقعة الوحيدة التي اختارها الله سبحانه وتعالى على هذا الكوكب ليتجلى عليها عندما خاطبها سيدنا موسى عند جبل الطور في سيناء ذلك الوادي القبر. مصر أم الدنيا دنيويا لأنها الدولة الوحيدة التي يوجد علم باسمها يدرس في جميع جامعات العالم وهو علم المصريات إيجيبتولوجي. مصر أم الدنيا لأنها أم العرب، فالعرب أبناء سيدنا إسماعيل وسيدنا إسماعيل ابن السيدة هاجر المصرية، تلك المرأة التي ضربت مثلا في السعي والعمل والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى عندما تركها سيدنا إبراهيم في واد غير ذي زرع، فكانت المكافأة لها أن أفاض الله عليها ببئر زمزم وخلد ذكرها إلى قيام الساعة في شعيرة من شعائر الحج والعمرة وهي السعي بين الصفا والمروة تخليدا لهاجر المصري. مصر أم الدنيا لأن جينات المصريين غزت العالم كله، وهذا ما أكدته أبحاث لوكا باجامي، توماس كيفيسيلد، مارك جوبلينج عندما أعلنوا للعالم أن جينات المصريين في الآسيويين والأوروبيين منذ 55 ألف سنة مضت. مصر أم الدنيا لأنها حمت العالم الإسلامي في ذات الصواري وحطين وعين جلد. مصر أم الدنيا لأنها أول دولة عرفت الزراعة فكانت سلة غذاء العالم، هي التي أطعمت العالم في السبع العجال زمن سيدنا يوسف، وهي التي أطعمت أوروبا بالكامل لمدة 600 عام عندما كانت ترسل شحنة القمح السعيد للإمبراطورية الرومانية. مصر التي أطعمت شبه الجزيرة العربية في عام الرمادة عندما حدثت المجاعة زمن عمر بن الخطاب، فأرسل عمرو بن العاص قافلة من مصر أولها في شبه الجزيرة العربية وآخرها في مصر، فدعا عمر بن الخطاب لمصر بالخير والبركة والرخاء. مصر أم الدنيا لأنها هي الأمة التي احتضنت إخوات سيدنا يوسف أبناء سيدنا يعقوب، هي الأمة التي احتضنت سيدنا إبراهيم وزوجته السيدة هاجر، هي الأمة التي احتضنت سيدنا عيسى عليه السلام وأمه السيدة مريم العذراء عندما هربوا من اضطهاد اليهود والرومان. مصر الأمة التي احتضنت واحتوت آل البيت عندما تم قتلهم وطردهم من المدينة والعراق والشام، احتموا بمصر، فالسيدة زينب بنت فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طردت من المدينة جاءت إلى مصر وعاشت في مصر إلى أن ماتت ودفنت فيه. مصر أم الدنيا لأنها فجر الضمير، فكان تاريخ البشرية في ظلام دامس إلى أن جاء التاريخ المصري وقام بأول وحدة عرفتها البشرية، أول حكومة مركزية، أول جيش نظامي، أول قانون، أول دستور، أول وثيقة أخلاقية أسست العلم والطب والفلك والهندسة والكهرباء والليزر. توصلت مصر إلى مختلف العلوم، وما نعرفه عن علوم مصر القديم هي فقط قطرة وما نجهله هو محيط. مصر هي التي جعلت الإسكندر الأكبر يعتنق الأمونية، وجعلت روما تعتنق المسيحية، وضعت أسس الرهبنة في المسيحية وأسس التصوف في الإسلام، حمت العالم الإسلامي في ذات الصواري وعين جالوت وحطين، بنت القلاع والحصون والمساجد حتى سميت قاهرتها ببلد الألف مأذنة، ملأت خزائن بغداد بنفائس الأسكندرية في مختلف العلوم. فمصر هي الفلتة التاريخية والجغرافية، فهي دولة في آسيا جغرافيا وفي أفريقيا تاريخيا، في الصحراء
ولم تعد منها بجسمها النهري قوة بر وبسواحلها قوة بحر. دولة تقع في الشرق وتطل على الغرب، هي قطب القوة للعالم العربي وحجر الزاوية للعالم الإسلامي وأصل الحضارة للعالم كله. فمصر حقا وفعلا هي أم الدنيا وفجر الضمير ومهد الحضارات وهبة النيل وأرض الكنانة التي علمت العالم الحكمة والقوة. وستظل مصر أم الدنيا منارة شامخة تعانق التاريخ بمجدها العظيم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هنا القاهرة، فتابعوني على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام.